النهاردة تاني فيديو من سلسلة فيديوهات أجمل شواطئ في العالم، وشاطئ النهاردة اسمه وايت هيفن بيتش، وده موجود في استراليا وخاصة في جزيرة وايت سانداي. الشاطئ طوله 7 كيلو متر، وبيتميز بالرملة بتاعته البيضاء الناعمة، وده بسبب ان الرملة بتاعته ما فيهاش اي شوائب، فهي تعتبر رملة نادرة. ومن خصائص الرملة انها مش بتحتفظ بالحرارة، يعني لو مشيت عليها مش هتكون سخنة حتى في اشد الايام حرارة. والرملة مش بس موجودة على الشاطئ من بره، لا دي كمان موجودة في وسط المية، بتندمج مع المية في اوقات معينة وتعمل لوحة فنية طبيعية كأنها مرسومة. شاطئ وايت هيفن يعتبر شاطئ صديق للبيئة، لأن في شوية حاجات محظورة إنها تتعمل هناك، زي إن ممنوع التدخين على الشاطئ أو إشعال أي نار، وكمان ممنوع دخول الكلاب. وحصل شاطئ وايت هيفن على جايزة أنظف شاطئ في كوينزلاند، وده ضمن جوائز تحدي أنظف شاطئ لإبقاء أستراليا جميلة سنة 2008. وكمان تم تقييمه كأفضل شاطئ صديق للبيئة في العالم من قبل CNN سنة 2010. بتقدر توصل للشاطئ ده عن طريق انك تستخدم قارب او طيارة هليكوبتر مائية، وافضل شهور تروح فيها شهر مايو وشهر سبتمبر. السما بتكون صافية والشمس مش قوية قوي. وبالنسبة للإقامة، الشاطئ نفسه مش عليه فنادق، فقدامك خيارين. اول واحد انك تقضي ليلة على سفينة تكون راسية على الشاطئ، او تخيم في موقع تخييم، وده لازم بحجز مسبق، وده طبعا مش هيكون اختيار مثالي للناس محبين الرفاهية والفخامة، فخليهم في الاختيار الاول. لكن بالنسبة للناس محبين التخييم فطبعا ده هيكون الاختيار الاحلى بالنسبة لهم. وبالنسبة للزحمة فشاطئ وايت هيفن نادرا ما يكون مزدحم حتى في موسم السياحة المرتفع. وبس، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وتقولولي تحبوا نتكلم عن ايه تاني. باي باي.